نشرح حاجة اسمها the place of the articulations. What does it mean the place of the articulation؟ دي معناها إن هو موضع أو مكان النطق، بمعنى أصح إحنا كنا أخدنا قبل كده إزاي بنطلع الأصوات، بنطلع الصوت إزاي عن طريق الهواء، الهواء ده داخل من الأنف أو من الفم وخارج وداخل إزاي، ودي كنا بنسميه ده معنى. النهارده هنتكلم على مكان اللسان أو الحركة اللي بتتم جوه منطقة الأورال اللي هنا بتتم جوه الفم، وإزاي بنطلع من خلالها الأصوات. فعندنا مناطق معينة بيتم فيها حركة اللسان اللي هو التون، وده بنسميه في اللغة الإنجليزية أفصاطيات، وبنسميه the place of the articulation. تعالوا نشوف مع بعض إيه هو the place of the articulation مع بعض. خلينا نشوف إن إحنا عندنا منطقة الأورال دي كلها اللي هو في منطقة الفم ده كله منقسمة إلى إيه؟ سوفت بليت اللي هي المنطقة اللي ورا خالص، وعندنا البليت وعندنا التيس وعندنا اللبس وعندنا التون. لكن في الشغل الأكاديمي إحنا ما بنقولش على المنطقة دي، ما بنقولش عليها طبعا اللبس اللي هي الشفاف، إحنا بنقول عليهم اسمها لايبول أو لايبول اللي هي منطقة الشفاف. خلاص؟ منطقة اللي هي ورا الأسنان دي اللي هي الزجام دي احنا بنسميها الفيرا. تعالوا نشوف بقى ازاي بتتم الحركات ديت. تعالوا نشوف المناطق اللي بيتم فيها حركة اللسان. أول منطقة عندنا زي ما احنا شايفين هي منطقة اسمها باي يعني ثنائي، يعني حاجتين زي الشفتين عندنا حاجتين، باي لايبولز، ودي معناها إن أنا بستخدم الشفتين دولت، ودي الحركة بتتم في المنطقة دي. فايه الحروف او الاصوات اللي بتتم من خلال الشفتين فقط لا غير، بحرك الشفتين فقط لا غير، وهم الصوتين. انا ما بحبش الشفتين دول، او ب برضه الشفتين. طب والام برضه بستخدم هنا بحرك بس اللي هو منطقه اللي هي الباي لايبول اللي هي الشفتين. كمان عندنا صوت ب و باي لايبول الشفتين فقط لا غير. المنطقة الثانية وهي بنسميها منطقة لايبو اللي هي شفاه لايبو دنتال، يعني أنا مستخدمة الشفاه بتاعتي وبستخدمها برضو أسناني، جاي من الدنت اللي هي السنة. طب إزاي؟ زي مثلا حرف الإف، الساوند بتاع الإف، فأنا أسناني أهي شفتي دخلت لجوه لمسة التيس بتاعت أسناني، دي اسمها بنسميها لايبو دنتال. لايبودنتال دي احد الحركات، لايبودنتال او الاماكن اللي بيتم فيها الصوت. كمان زيها برضو الصوت اللي هو سناني اهي، يعني شفاء ربط السنان بس ما دخلش بس الشفاء اللي داخل، لا عملتها لخارج فان مثلا، حرف الف، فالاف والفي انا بشوف المنطقه الثالثه وهي منطقه الدنتال، يعني منطقه الاسنان، يعني بستخدم لساني بس، يعني اكتر اسناني اكتر، لساني بيستعين باسناني اكتر، محتاج اسنان اكتر. زي مثلا لو قلنا مثلا حرف اللي هو ثرو، فانا قربت اسناني قوي من عند التيس، محتاجه التيس هنا في المنطقه عشان اطلع الصوت ده، او صوت الزد اللي هو تي اتش برضه، تي اتش لما بنطول مثلا ديس فيس طبعا لما بنعمل كده اسرع ديس، لكن فيس اوكي، لازم اقرب لساني من عند الاسنان، عشان كده بيسميها دنتو. هنا دنتو الحركه دي اسمها دنتو، ذات الصوت او الثاء. طيب المنطقه الثانيه هي اللي بتبقى ورا السنان الجنب دي، وراها بقى اللي هي اول منطقه في الحلق في السقف فوق اعلى، اللي هي في البليت بس من فوق من وراها، يعني ما تبقاش منطقه، ما تعتبرش داخل في منطقه الحنك لسه، بس اللي يعني ناحيه الجنب من ورا، من ناحيه اللثه من ورا، من هنا من ورا، ودي بنسميها الفيلر، ودي لازم الانسان يلمس المنطقه هنا، الانسان يلمس المنطقه العلويه منها، اللي هو زي مثلا حرف ال، زي مثلا black blue الصوت ال زي هنا اللي هنا عندي الصوت الاس ستار، صوت التي، صوت الدي، صوت كمان ال كل دي منطقه لساني بيطلع عند ورا اسناني في المنطقه اللي هي عند الجنب
alveolar. دي منطقة اللي بنعمل فيها الحركة. خلاص؟ نقطة الد زي ذو. لجيت بره عند سناني او طرف اسناني، لا انا لسه في المنطقة اللي ورا الاسنان. اوكي، المنطقة اللي اسمها بلات الفيلر، ودي منطقة انا بلمس الحنك او البلات، بلمس فيها البلات، وبلمس فيها برضو منطقة اللي هي الجم، يعني في المنطقة دي، يعني برجع خطوة شوية، يعني دي هنا لو انا عند اللسان، لا انا برجع هنا شوية لورا شوية، برجع خطوة لورا. ودي زي مثلا صوت الايه اللي هو صوت التش، ده كمان تشير. لساني فوق في منطقة البليتو او البلاتس، منطقة البلاتس اللي هي فيها كل الحنك، وكمان فوق خالص، فاخد قريبة من شوية من عند اللسان، ولكن رجعت خطوة شوية لورا، فدي بنسميها بلات الفيلر. وزي تشير، زي شارك برضه، وزي جاكيت. طيب كمان عندنا منطقة اللي هي اسمها البليتو او البلاتس، بيجمعوها ولا بلاتس برضه تنفع في البليتو. وده الصوت اللي هو بيبقى لساني منتصفه، بيبقى لساني بيترفع منتصفه من عند لغايه السقف، لغايه منطقه الحنك بتاعي والسقف بتاع الفم بتاعي. فهنا زي مثلا صوته اللي هو زي مثلا يس، مثلا يس الاقي لسانك وقف في منتصف الايه طلع نصه لمنتصف الايه اللي هو الحنك او السقف اللي هو الفم. يبقى ده هنسميه هنا دي في المنطقه دي بتاعت الحنك نفسها، او اللي هي منتصف الفك نفسه، بيبقى هنا بيقف الحرف يس هتلاقي لسانك نصه وقف في المنطقه هنا عند منتصف الحنك هنا او السقف بتاع الفم، يبقى ده اسمه بلاتو، اللي هو منطقه الحنك نفسها كده في النص، ركز بالظبط اللسان وقف هنا. طب اللسان هيرجع لورا شويه، يعني اعلى الطرف او جوه او اللي هو الجزء الداخلي للسان هيطلع فوق خالص لمنطقه اللي هي السقف. طب ده بنسميها ايه؟ بنسميها فيرال. ايه فيرال ده؟ فيرال دي زي ما قلت لسانك الجزء اللي جوه الداخلي بتاعه بيطلع لاعلى السقف خالص بتاع الفم. خلاص؟ زي مثلا اقول كايت، هتحس ان لساننا هنا كايت. ده كلمه مثلا ج لساني بيطلع كده هنا المنطقه هنا العليا وزي برضه الاي ان جي منطقه سويمنج، فلساني هنا بيتحرك. فهنا اللي بيطلع من الدرس ده، او ده بيبقى طبعا مفيد للطلاب اللي هم بيدرسوا لغات، ألسن وتربيه واداب، وكمان المدرسين، انك لما تيجي تعلم طلابك ازاي ينطقوا في حركات، بعتمد حركه الصوت ده على لساني والاعضاء بتاعه الاوفرتي. فعندنا اللي هو المنطقه الاولانيه اللي قلناها تاني سريعا، المنطقه الاولانيه هي اللي اسمها بايبولز و only my lipols او اللي هي الشفتين يعني. خلاص. المنطقه الثانيه وهي منطقه هنا لايبودنتال، اللي هي ما بين السنان وبين الشفه، زي الاف والفي. كمان المنطقه الثانيه هي الدنتاليه، ذ like father اوكي، وهكذا. الالفيلر، وان دي المنطقه ورا عند الجنب دي، لساني هنا في منطقه الجنب اللي هي عند اللثه من ورا السنان. خلاص. زي مثلا لما اقول زي لما اقول زي ما اقول ستار، زي مثلا لما اقول ذو. اوكي. والمنطقه اللي بعدها ارجع لورا شويه اللي هي البلات الفيلر، ارجع لورا شويه زي كمان البلات، يبقى هنا لساني اهو في النص هنا زي دي البلاتس بقول عليها بلاتس او بلات. خلاص. ارجع لورا شويه خالص زي اللي هي منطقه الايه فيرال خالص، هنا منطقه اللي اسمها فيرال وهنا يبقى انا قدرت اوصل حركه اللسان مع الاعضاء الاخرى عشان اطلع الصوت الصح. دي الحركه الصح، ودي بنسميها the place of the articulation. Thank you for watching, and if you will
have learned something really brand new, please don't forget to share, sum up, and subscribe. Thank you. With you, Dr. Basma Sayed and B School Center for Translation. Goodbye.